السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة صلصة الطماطم بنفس السمك والكثافة بتاعة الصلصات الجاهزة، وكمان هقولكوا على تجهيزات هتسهل عليكوا قوي استخدام الطماطم وهي رخيصة كده اليومين دول. بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. اول حاجة بجيب كمية الطماطم اللي انا عايزاها، ببدأ اغسلها كويس كده، بنقعها في الحوض وبحط عليها طبعا خل، بغسلها كويس وببدأ اخد الطماطم افتحها كده من ظهرها بالسكينة، بس مجرد بفتح القشرة بالسكينة من الظهر وبحطها في حلة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. بحط عليها بقى ميه مغليه او حتى لو ميه ساقعه مش مشكله، مش بملى الحله، بحط تقريبا تلتها وبسيبها على النار تغلي. هتلاحظوا ان الميه اللي احنا حطيناها الحجم بتاعها زاد او زادت، لان الطماطم بتنزل كمان الميه اللي فيها. كمان هتلاحظوا ان القشره بتاعه الطماطم بتتخلع كده مجرد ما بتلمسوها على طول. هسيبها تغلي كده شويه كمان، وبعد كده هقفل عليها واسيبها تبرد خالص، وبعد كده هبدأ اشيل القشره بتاعه الطماطم دي بالماسك زي ما انتوا شايفين. لو انتي طبعا ممكن ايديكي نظيفه هتقدري عادي تشيلي القشره بايديكي، او لو لابسه جلافز. بعد ما بشيل القشر كله كده بالشكل ده بيتبقى لي الطماطم ومعاها الميه اللي هي نزلت منها. ده شايفين القشر طالع قشر خفيف جدا، والطماطم اللي هي باقيه دي كلها طماطم كلها كثيفه. باخدها بقى كده اضربها بالهاند بلندر وهي في مكانها في الحله، او لو في خلاط ممكن ننقلها في الخلاط. بحط عليها معلقه واحده من الملح مش كتير، ومعلقه واحده من السكر علشان الحموضه بتاعه الطماطم، وكمان السكر ده بيبقى ماده حافظه ليها. بغليها تاني على النار لحد لما بتقل خالص. طبعا انتوا بتشيلوها بالسمك اللي انتوا حابينه، ممكن تشيلوها بسمك متوسط اللي هي تبقى الطماطم على طول على الطبخة، وممكن تسيبوها لحد لما تتسبك خالص وتبقى زي الصلصة المعلبة كده اللي احنا بنشتريها في البرطمانات زي ما انا عملت. ولما بتزودوها للطبخة بتزودوا طبعا عليها شوربة، فليكوا الاختيارين. وطبعا ده بيتحكم فيه كمان المكان اللي عندنا في الفريزر. انا بسبكها كده علشان المكان عندي في الفريزر مثلا مش بيبقى كتير، فبسبكها قوي علشان الاكياس تبقى ما بتاخدش مساحة كبيرة. طبعا بفضل الاكياس اللي هي بتبقى ليها من فوق الغالق اللي هو المحكم ده، علشان مش بتاخد مكان خالص في الفريزر. وكمان لما بحطها مش بتبقى بقى مكلكعه ولا عامله تكتلات. وتقدروا تعملوا كمان ده بالاكياس العاديه، اكياس التلاجة العاديه، بس هتفردوها كويس وانتوا بتحطوها في الفريزر. تاني طريقة بقى بجيب بصل كتير، بقى احمره كده زي ما انتوا شايفين في سمنة بلدي وزيت، او ممكن تعملوه بزيت بس، وبحمره لحد لما بيصفر، وبنزل عليه بالطماطم مضروبة بالخلاط. انا مش مصفياها ولا حاجة، بنزل عليه بطماطم الكمية بقى اللي انتوا حابينها، سواء كمية البصل او كمية الطماطم دي تعملوها الكمية اللي انتوا حابينها. وهنسيبها تغلي على النار كده زي ما انتوا شايفين. برضو تقدروا تشيلوها بالسمك اللي انتوا حابينه. اول ما بتتسبك بيطلع الزيت او السمنة على وش الطماطم كده، التسبيكة اللي انا عاملاها. تقدروا تشيلوها بالسمك ده، او تقدروا تسيبوها لحد لما الطبيخ يعني، او تقدروا تسيبوها لحد لما تتسبك تماما برضو وتتقل خالص زي كده، وتشيلوها صلصة بتبقى للمحشي حلوة قوي. بعد لما بتبرد تماما انا قفلت عليها وسبتها بردت تماما، قطعت عليها خضرة محشي بقى، شبت وبقدونس وكزبرة، وبعد كده قلبتها في الخلطة وهبدأ ان انا اشيلها في الاكياس. طبعا الطريقة دي طريقة امهاتنا الحلوين برضو بيعملوها، وده تعليمهم يعني اللي اتعلمناه منهم. هبدأ بقى احطها كده في اكياس زي ما انتوا شايفين، وبشيلها. اما باجي اعمل بقى المحشي او حاجة بطلعها بس بمجرد ان هي تفك، ومش بسخنها. بحط عليها الرز المغسول، ولو هزود بقى عليها سمنة او زيت تاني زي ما انتوا حابين، والتوابل والبهارات بتاعتي، وبتبقى جاهزة للمحشي. طبعا الاكياس دي زي ما قلت لكم بتبقى حلوة قوي عشان بتنظم التلاجة بالشكل ده.
ولما باجي اخد منها باخد بكل سهولة. الفيديو بتاعي خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، ويا رب يكون يعني صدقة جارية عني. ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وقولوا لي بتعملوا الصلصة كده، ولو في طريقة تانية عندكم اكتبوا لي في التعليقات بتعملوها ازاي علشان اخد منكم افكار واعملها في فيديوهات تانية. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم.